اهلا بيكم في بودكاست ايديوناس، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن تطوير التعليم في مصر. وضيفنا النهارده المهندس وليد رشاد، CITO في جامعه ماست. اهلا بحضرتك. أهلا بيك. مثلا دكتور وليد، كنا حابين نعرف الباك جراوند بتاع حضرتك اكتر ودورك في جامعه ماست. والله أنا في الجامعة من 2014. لما رحت الجامعة كان المين رول بتاعي أنا كنت مدير إدارة النتورك اللي هي الشبكات. تدرجت فيها لغاية ما وصلت لل CITO. اللي هو الشيف انفورميشن تكنولوجي اوفيسر. ويمكن التايتل ده في الجامعة عندنا ليه خصوصية شوية عن بقية الجامعات، لأنه الCITO هو المسؤول، هو بيضم الCIO اللي هو المسؤول عن الIT الChief شيف Information انفورميشن Officer، اوفيسر. والCTO اللي بيبقى مسؤول في بعض الأماكن عن product معين من الناحية التكنولوجية. لكن عندنا مضموم للكلام ده كمان شؤون الطلاب اللي هي الstudent services، أو مش شؤون الطلاب، الخدمات الطلابية. الخدمات الطلابية من ضمن الأفرع اللي تابعة ليا في الجامعة. يمكن السبب في إنه الكلام ده يتعمل عندنا في الجامعة تحديدا هي الحتة بتاعة التحول الرقمي. ليه؟ آه، خليني استدعي مثلا اللي حصل عندي في الادميشن السنه اللي فاتت. الادميشن اللي هو الفتره بتاعه القبول، لما بنبتدي الجامعه تفتح ابوابها علشان تستقبل طلبه الثانويه العامه الجداد. احنا في عندنا السيستم اللي بيتعمل عليه الابليكيشن، واللي بيتقيم عليه الطلبه، واللي بيتقبل عليه الطلبه ولما بييجوا الجامعه عندنا علشان يتمموا البروسيس بتاعه القبول. كل ده بيتعمل على سيستم، على سوفت وير. بقالنا يمكن حوالي 4 أو 5 سنين كل سنة بنديفلوب في السوفت وير ده. السنة دي واحنا بنعمل الديفلوبمنت كان ساعتها الستودنت سيرفيسز تبع ليا كقطاع. خدت ناس من زمايلنا في الاي تي، قعدتهم تحت وسط الموظفين بتوع الادميشن. كانوا قاعدين وسط موظف الادميشن بيشوف الشغل، البروسيس، التشالنجز، الاخطاء، المشاكل. شوف ايه آه، الحاجات اللي بتأخر الموظف ده ان هو مثلا في التسجيل او تبطئ البروسيس وبمناسبة بتاعته. تأخر هقول لك على حاجة لطيفة اتعملت. يمكن انت دايما اصلا عشان نعمل اي تعديل في اي سيستم ليها بروسيس بقى، ونعمل تشينج ريكويست وبتاخد في حاجات. احنا عملناها اون ذا سبوت، احنا عدلنا في ساعتها. تفرق كتير قوي لما انت يبقى عندك بين، لما انت يبقى عندك مشكلة وتيجي تحكي لي وتطلب مني اعمل لك حل، عن ان انا ابقى قاعد معاك واشوف بعيني المشكلة. ده مش كده وبس، انت ممكن تبقى عندك مشكلة وانت ما تعرفش، وشايف انه ده هو العادي. ده العادي وهي دي طريقة الشغل. بس انا وانا قاعد وشايف اللي بيحصل. أه وخلينا اديلك على ده مثال، انه من ضمن البروسيس بتاعت الادميشن ان الطالب لما بيجي بولي امره طبعا في اقرار بيملاه. الاقرار ده طبعا عشان امضي اقرار لازم اقراه وافهمه طبعا. واستفسر واسال. فالإقرار ده بياخد مني شوية وقت إن أنا أقراه وأفهمه وأستفسر 10 دقايق. إذا ولي الأمر والطالب قعدوا قدام موظف الأدميشن 10 دقايق فوق الوقت اللي هو بيخلص فيه البروسيس بتاعت الأدميشن، بيخلي الموظفين يقدروا يخدموا عدد طلبة أقل. مم. هم شايفين إن ده طبيعي وهو ده شغله. ما هو لازم الراجل يمضي على على طبعا الإقرار، لازم يعرف هو بيقرا ايه، برضه بيمضي ولازم على ايه. يعرف يعني حقه. طبعا. فإحنا لمّا شُفنا الكلام ده، لقينا إنه لأ، إن إحنا ممكن نعمل حاجة لطيفة جدًا. أولياء الأمور اللي بييجوا بدري شوية عن ميعادهم، بيخشوا قاعات دراسية بيقعدوا فيها، بيتوزّع عليهم الورق. بتوزّع folder فيه الإقرار وقلم وحد في مايك بيبتدي يشرح لهم إيه اللي موجود في الورق، بيمسكوا الورق يقروه، بيبتدوا يسألوا. في الوقت ده بيكون الفوج اللي قبلهم خلّص ونزل لموظف الadmission جاهز على إنه يمضي الإقرار. مم. فدايمًا في حد فوق، موظف أو 2 هو قاعدين مع المسؤول أولياء عن الأمور الإقرار. كلّهم، بيشرح لهم. مم. موظف الadmission أو ولي الأمر اللي قدّامه وفّرت معاه 10 دقايق. دي pain، دي مشكلة، دي حاجة بتعطّلك.
أنت مش شايف إن هي حاجة مش مشكلة، ملحوظة بالنسبة للموظف ده. أنت بالنسبة لك هو ده جزء من طبيعة عملك، فأنت عمرك ما هتيجي تشتكي لي أصلًا. إمم. فيمكن ده كان أحد الأسباب. بس أنا وطبعًا أظن ده الROI بتاعها في الوقت كان يعني عالي جدًا، هو وفّر وقت كبير جدًا في الوقت. كتير جدًا، جدًا، جدًا. إمم. يعني مش عايز أقول أرقام، لكن إحنا بقينا بنقدر نتعامل مع أكتر من ضِعف عدد الطلبة اللي كنا بنتعامل معاهم قبل كده في اليوم، ووصلنا على نهاية الadmission اللي فات إن إحنا وصلنا ل4 أضعاف. 4 أضعاف عدد الطلبة في اليوم الواحد. طبعًا هم الموظفين نفسهم حسّوا بالفرق ده، 4 أضعاف مش بسبب دي بس، لإن زي ما باقول لك على مدار فترة الadmission في كذا حاجة حسّناها في الprocess. هو فكرة جميلة الصراحة إن الIT يبقى قاعد مع الموظف نفسه، عشان هو هيبقى أدرى من الموظف بيعمله، يعني هو أدرى بالprocess اللي بتحصل بالdevelopment اللي ممكن يعمله في الحتة دي، طب أنا ممكن أساعدك بدي ما أساعدكش بدي، فلأ أنا حتة ممكن جميلة. أسهّل لك دي وما أسهّلكش دي، أنا خلّيني برضه أقول لك على يمكن حاجة تانية لطيفة جدًا. في نهاية الadmission المفروض إنه كل البيانات بتاعة الطلبة بتترفع على الplatform بتاع وزارة التعليم العالي. إمم. وبرضه بالنسبة للموظفين إمم، إجراء مُتّبع طبيعي جدًا. لأ، إحنا عملنا لهم integration مع الplatform بتاع وزارة التعليم العالي. الطالب بمجرد ما بيُقبل بيترفع automatic على الوزارة، ولو انسحب بيتشال automatic من الوزارة، الموظف مش محتاج يعمل أصلًا حاجة. ده جميل جدًا. باشمهندس وليد، جامعة ماست من الجامعات الرائدة في تطبيق التكنولوجيا. إيه أهم الخطوات اللي خدتوها اللي سهّلت على الطالب الدراسة؟ إن هو ما بقاش عليه الحمل بتاع زمان ورقة وقلم وأسلِّم assignment وأنا حاضر والكلام ده، إيه process أو حاجة اتعملت أو نظام اتعمل وفّر عليه مجهود ووقت كبير؟ كتير، حاجات كتير، لكن يمكن أهمها لو بتتكلم اللي سهِّلت بسرعة على الطالب، الاعتماد على الplatform الLMS اللي هو الlearning management system. الplatform ده اللي المفروض إن الدكتور بيرفع عليه الmaterial سواء كان هيرفع PDF هيرفع فيديو، الحاجة اللي الطالب اللي محتاج إن هو يراجعها. بيحُط عليه الassessment لو في assessment بيحُط عليه بعض الكويزات. بيعتبر مرجع كامل للطالب طول الأسبوع لغاية ما يرجع تاني محاضرته مع الدكتور. accessible بالنسبة للطالب سواء من جوّه الجامعة أو من برّه الجامعة في أي وقت. طبعًا الوضع ده كان مختلف تمامًا الأول، إنه لو أنا خرجت من المحاضرة عشان أعرف أسأل الدكتور سؤال، بالمناسبة ما هو ما هو أنت الplatform مش بس الدكتور بيرفع عليه الassessment الmaterial. والmaterial، لأ، إحنا كمان مربوط بالplatform بتاع الteams ويقدر يتواصل مع الدكتور، الطالب يقدر يتواصل مع الدكتور يسأل أسئلة، يمكن مش بيرُد في ساعتها وده وضع طبيعي، الراجل اللي عنده محاضرات تانية، لكن ما بيمرّش بالكتير تاني يوم بيكون الدكتور رادد على الاستفسارات بتاعة الطلبة، أنا مش محتاج أستناه للمحاضرة إمم. اللي بعدها. في connection ما بيني وما بينه أقدر في أوصل له في أي connection وقت. شِبه مستمر بين الطالب وبين الطلبة وبين بعضهم. هو حتى لو رَد عليه تاني يوم فدي حاجة كويسة جدًا، يعني إحنا كنا عشان نسأل الدكاترة في الجامعة على نستنى حاجة، المحاضرة اللي نستنى بعدها الأسبوع اللي بعده عشان أسأله في المحاضرة، وممكن ما يردش في وممكن المحاضرة. ما يردش فعلًا. صحيح، صحيح. طب الأنظمة دي أثّرت في التدريس في الجامعة، واستجابة الطلاب ليها كانت كويسة وكان فعلًا ليها تحقيق يعني والّا ما كانش ليها تحقيق؟ استجابة الطلاب خلّيني أقول لك هو عادةً يعني حتى مش باتكلم على الجيل ده، بس هو عادةً الطالب كطالب سابق بخطوة، فإحنا ماشيين بنقدّم للطلبة حاجات هو expecting الخطوة اللي بعدها. الطلبة دي جاية لنا من على الفيسبوك، والطلبة دي جاية من على التيك توك، والطلبة دي جاية من عند الواتساب، الطلبة دي بتستخدم نوع من التكنولوجيز أصلًا الدكاترة مش لغاية ما خد الدكتوراه، لغاية ما بقى واقف بيحاضر في جامعة، ما اتعاملش مع النوع ده من التكنولوجيا. فأنا عايز أقول لك قد يكون من وجهة نظر الطالب دايمًا إحنا متأخرين خطوة من وجهة نظر الطالب. فكنا نوصل له للخطوة دي، كونه يقدر يaccess الكلام ده بطريقة تسهّل عليه دراسته ومش دراسته بس. يمكن إحنا الطلبة شجعونا إن إحنا في حاجات كتير نبتدي ندخّل فيها التكنولوجيا، على سبيل المثال في خدمات الطالب بيحتاجها من الخدمات الطلابية، محتاج إفادة، محتاج شهادة قيد، إمم. محتاج
بعض الأوراق اللي بيحتاجها، كان بييجي عشان يطلب الورقة دي من الخدمات الطلابية. دلوقتي في موبايل application، في عندنا موبايل application في الجامعة اسمه ماستر. كل طلبة الجامعة من day one شايلة البرنامج ده لغاية ما بيتخرّج من الجامعة. البرنامج ده الطالب بيعمل منّه أي حاجة، بدايةً من إنه يعرف الجدول الدراسي بتاعه، يقدر يعرف مين اللي بيدّي له المحاضرة الساعة كام، المحاضرة في أنهي قاعة، بنتايج الكويزات، بنتايج الfinal طبعًا، بإنه يدفع الtuition fees بتاعته، بيخش online على الapplication. في عندنا gateway payment gateway بأحد البنوك المصرية، الطالب يقدر إن هو يحط الcredit card بتاعه أو حتى debit card، يدفع tuition fees، يطلب الخدمات اللي هو عايزها من الخدمات الطلابية، محتاج شهادة قيد، محتاج أيًا كان، ويدفع تمنه. والكلام ده once هو دفع، بيوصل الrequest ده للخدمات الطلابية، واللي هو برضه كانت بتبقى ورقة بتطبع وتلِف لفتها في الجامعة، لإن الورقة اللي عايزها الطالب يا بيمضي عليها عميد، يا بيمضي عليها ليها رئيس البروسيس بتاعتها جامعة، برضه. ليها الprocess بتاعتها. الprocess دي بقت بتحصل online، إمم. ده بيمضي وده بيمضي وده بيمضي online، لغاية ما في الآخر خالص طبعًا لازم تطبع، لإنك في الآخر الproduct اللي بيستلمه الطالب هو الورقة. once الورقة اتطبعت وبقت جاهزة للتسليم، بيروح للطالب notification على الموبايل: الورقة بتاعتك جاهزة، تعالَ استلمها. ده برضه وفّر عليه كتير، كان ما بين المحاضرات يجري كل شوية ييجي يسأل طب الورقة خلصت والّا لأ. بما إن حضرتك يا باشمهندس جزء من رؤية جامعة ماست، هل الجامعة ليها أي خطة مستقبلية إن هي تتحول بالكامل رقميًا؟ ليها خطة إن هي تتحوّل بالكامل رقميًا، وإن كان ليها تحفُّظ على كلمة بالكامل، لإنّك يمكن لسه زي ما كنت باقول لك حالًا، في الآخر في product باقدّمه، الfinal product ورقة، ففي حاجات غصبٍ عنّي هاجي عندها وهاقف، مش هيبقى فيها تحوُّل، زي الشهادة اللي باسلّمها للطالب في إيده شهادة ورق. إنما لو خدنا السؤال على المحمل بتاع إنه كل اللي ينفع يبقى متحوّل رقميًا، طبعًا عندنا plan للكلام ده، وإحنا أنجزنا فيها كتير جدًا، ويمكن واحد من الأسباب اللي مخلّيانا الplan دي مهمة إن هي تتم في أسرع وقت ممكن، إن إحنا في عندنا extension للجامعة المفروض إنه هيlaunch آخر السنة دي. الextension ده في حد ذاته يعتبر challenge، لإنه هو الجامعات عادةً بيبقى في campus وcampus جديد، campus بتاع التجمُّع مثلًا والcampus بتاع أكتوبر، آآ أو الcampus بتاعك بيكبر. بالضبط. الحقيقة الوضع عندي لا ده ولا ده. آآ الcampus الجديد هو إنّك تعدّي الشارع، extension الناحية التانية. الextension الناحية التانية، فهو إحنا وسّعنا الcampus بس geographically في barrier. فلو في مثلًا internal communication ما بين عميد كلية من الكليات اللي في الextension الناحية التانية، وما بين مكتب رئيس الجامعة اللي ممكن يكون في الextension الأولاني أو في الmain campus، ده challenge كبير. فلو إحنا ما إحناش عاملين digital transformation كاملة، هيبقى عندي حاجات كتيرة جدًا بتتعطّل وبتاخد وقت، مش بس للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس وحتى للإداريين. طب بما إن التحويل الرقمي شغال دلوقتي في الجامعة، ممكن حضرتك تقول لنا مثلًا على projects أو حاجة جاية جوّه الجامعة هتفرق جدًا في حتة الdigital transformation؟ بُص، هو في كذا project، بس في حاجة يمكن هي بالنسبة لي أنا هي غريبة شوية وعايز أتكلّم عنها، الAI. وطبعًا مش الAI الغريب، بس استخدام اللي أنا عايز أقول لك عليه للAI، إمم. وهو مساعدة الطالب في إنه يعمل الapplication بتاعته. آآ إحنا بيعمل عندنا طلبة كتير application، والحقيقة كل سنة بنقعد نعدِّل في شكل الapplication بسبب الأخطاء اللي الطلبة بتعملها. باحاول بقدر الإمكان أوضّح وأظهر وأكتب كلام بالعربي وبالإنجليزي، إنك اكتب هنا كذا، يعني خطأ من ضمن الأخطاء الشائعة. أنا في عندي في الجامعة طلبة مصريين وطلبة وافدين. يعني إيه وافد؟
يعني جاي من بلد بره مش من بلدنا. يعني جنسيته ايه؟ جنسية مختلفة، ممكن يكون أجنبي ممكن يكون عربي. محتاجة اشرح لك؟ أه. مش محتاج اشرح لك. لا طبعا. انا بلاقي طلبة مصريين بيخش يعمل الابليكيشن بتاعته على اللينك بتاعت الوفد، يعني هو مكتوب يلا ابلاي ناو. هو ممكن يكون فاكر وافد دي اللي هو وافد جاي الجامعة عندنا. لا هقول لك هو بيبقى فاكر ايه. في طلبة واخدين ما هو انت مش بالضرورة الطالب اللي بيجي لك معاه ثانوية عامة مصرية، انت في الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة. المعادلة دي منها الاي جي، منها الامريكان دبلومة. انا معايا امريكان دبلومة، م. انا وافد وبيكتب في الجنسية، في الناشوناليتي بتاعته امريكا. لا مشكلة كبيرة دي. اخطاء يعني بصراحة كوميدية جدا، ده اللي انا فاكره احكيه م. لك دلوقتي. لهم اخطاء كوميدية جدا. ده من ناحية. من ناحية تانية أنا عارف إنه الأبليكيشن هي برضه بتاخد وقت، يعني ممكن الطالب يقعد ربع ساعة يملى في الأبليكيشن، لأنه أنا محتاج بيانات عشان أعرف أتعامل مع الأبليكيشن بتاعتك. فالحاجة الحقيقة اللي في بالي واللي إحنا شغالين عليها وما أعتقدش إن إحنا نلحق نطلع بيها السنة دي، إنه يبقى في حاجة زي الشات بوت آه، ياخد ويدي مع الطالب. انت عايز تقدم طب انت خريج ايه؟ طب انا خريج كذا. طب انت جنسيتك ايه؟ هيقول له والله انا امريكي. طيب يعني انت اتولدت فين؟ والله انا اتولدت في 6 اكتوبر. فابتدى يفهم انه لا هو مش امريكي م. ده، يعني ابتدى يفهم الاخطاء الشائعة ويعالجها. فيقدر ان الشات بوت ياخد ويدي مع الطالب، يطلع منه في الاخر ببعض المعلومات او بكل المعلومات اللي مطلوبة، اللي الشات بوت نفسه يعمل الابلكيشن ويسبمت من كأن ناحيته. في موظف من الادميشن قاعد بيساعده بالظبط، الاسيستنت بتاعه. كأن في موظف قاعد، كل طالب معاه موظف قاعد يسأله لغاية ما يكتب الابلكيشن. طب في ناحية التحول الرقمي برضه زي ما احنا، هل في يعني ميجرز معينة بتركزوا عليها أو كليات معينة بتركزوا عليها، ولا كله بيبقى واحد في التكنولوجي؟ بمعنى يعني مثلا أنا دلوقتي عندي كمبيوتر ساينس، هل بروفايد للطلاب هناك تكنولوجيز مختلفة عن مثلا الموجودة في إعلام؟ آه لا خالص، بالعكس. يمكن وخد بالك اعلام هم برضو عايزين كمبيوتر لاب زيهم زي بتوع كلية اي تي، لكن في الاخر انا لما بقدم تكنولوجي بص انا في عندي ادارة اسمها ادارة تكنولوجيا التعليم. لو انت بتتكلم على التكنولوجي اللي بقدمها للطالب بعيد عن ادارة تكنولوجيا التعليم، والله وحتى وجزء كبير من إدارة تكنولوجيا التعليم، فأنا باقدّم تكنولوجي. يعني مثلًا دكتور بيخش على الLMS اللي هو البلاتفورم اللي بيحط عليه الكويزات، بيعمل question bank، بيقسّم question bank اللي هو بنك أسئلة، ممكن أسأل. بيحط 2000، 3000 سؤال أيًا كان عددهم. آآ الأسئلة دي بتبقى محطوطة في categories، ده بيغطي الجزء ده من المنهج، ده بيغطي الجزء ده من المنهج، ده مستوى 1 من الصعوبة، ده مستوى 2 من الصعوبة. كل دي technologies وكل دي حاجات بيستعملها الدكتور. بغض النظر هو في كلية إيه، آآ أنت بس بيبقى في بعض الاختلافات ده حسب احتياج الكلية. يعني عندي كلية IT، مم. في عندنا قسم الذكاء الاصطناعي، محتاج معمل كمبيوتر زيه زي معظم الكليات ما بتحتاج معمل كمبيوتر، بس معمل الكمبيوتر اللي هتحتاجه كلية IT الاسبكتس بتاعته هتبقى عالية عن أي معمل تاني. ومحتاج يبقى فيه حاجات المعامل التانية أصلًا مش محتاجاها. مم. حسب احتياج كلية إعلام. كلية إعلام محتاجة أجهزة Apple علشان القسم بتاع يمكن القسم ده أنا ما أعرفش، بيتهيأ لي ابتدى يندثر شوية، بتاع الصحافة. صحافة. لكن بعيد حتى عن الصحافة، الإذاعة والتلفزيون شغالين على الFinal Cut، مم. بيعملوا المونتاج يمكن المخرج اللي معانا هنا أكيد عارف الFinal Cut. مم. فده احتياج لكلية إعلام. فكل كلية بيبقى ليها احتياجاتها الخاصة بيها، إنما برّه الاحتياجات الخاصة بوجه عام لأ كله زي بعضه. طيب التحديات اللي بتواجهها جامعة ماست في تنفيذ بقى كل المشاريع بتاعة الdigital transformation، هل مين بيبقى العائق الأكبر، الدكتور اللي في الجامعة أو الassistant اللي في الجامعة، والّا الطلاب؟ العائق الأكبر رَد غالبًا استراتيجي رَد استراتيجي ممكن عادي. غالبًا ما بيبقاش الطالب. زي ما قُلت لك دايمًا الطالب سابق بخطوة،
فكوني ابروفايد تكنولوجي تسهل عليه الدنيا، الطالب على طول بيتقبل ده وبيتعامل معاه بالعكس وبيبقى مبسوط بيه جدا. انما لو جينا بقى سواء لعضو هيئة تدريس او حتى للموظفين الاداريين، انت بتطلعه بره الكومفورت زون بتاعه. إمم. انا يعني أنا شغّال على ده طول عمري، فمش هاعرف أغيّره. وبعدين بتفرق معاه في ايه؟ يعني انت لو راجل مثلا بتسوق، الناس اللي بتسوق بقالها 20 سنة، انا ممكن اخش عربيتي ادورها وامشي واسرح، الاقي نفسي وصلت وسط البلد، انا مش فاكر مشيت منين ولا رحت فين ولا. إمم. فانا سايق بطريقة اوتوميتد، مش مركز خالص. ده يختلف عن واحد لسه بيتعلم السواقة جديد، ويعني مركّز مركز في سواقته كل اللي حاجة. قدامه واللي جنبه واللي وراه واللي جاي من كل حتة. فأكيد بيبذل مجهود أكبر بكتير، وبيبقى بدنيا ذهنيا تعبان، وبرضه بدنيا بيبقى مرهق ومستنزف. ليه؟ لأنه مش في الكونفورت زون، لأن الحاجة اللي بيعملها دي محتاجة منه تفكير وتركيز. فهل بيبقى في trainings بقى ليهم كل ما تكنولوجيا جديدة آه، بتدخل دي أو من الحاجات اللي يمكن اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت، وبالذات بعد بعد الذكاء الاصطناعي ما ابتدى ياخد مكانه في ابلكيشنز كتيرة جدا. ان احنا ابتدينا نعمل، احنا في عندنا في الجامعة حاجة اسمها السكول اوف كونتينيوج اديوكيشن، اللي هو في جامعات كتير موجود، مركز التعليم المستمر. ده ده لخدمة المجتمع بوجه عام، وجزء من المجتمع طبعا أعضاء هيئة التدريس، الموظفين اللي عندي. فابتدينا نعمل برامج، مش عايز أقول برامج تدريبية، سواء لدول أو لدول، إزاي يقدر يستفيد بالذكاء الاصطناعي في شغله. يعني أعضاء هيئة التدريس إحنا لسه كنا بنتكلم إنه بيعمل question bank، وعشان أعمل question bank على فكرة ده موضوع صعب جدًا، بياخد مجهود كبير جدًا، وبياخد وقت كتير جدًا، 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 لإنك عايز تعمل الأسئلة تغطي بيها المنهج كله، عايز تعمل الأسئلة مستوى صعوبات متدرج، عايز تعمل الأسئلة تحطها في pools إمم. علشان لمّا الطالب ينزل له الأسئلة بعد كده random، إمم. الطالب ده ينزل له 50 سؤال، الطالب ده ينزل له 50 سؤال، الأسئلة غير بعض، لكن مستوى الصعوبة في الآخر واحد. واحد. إمم. لأ، دلوقتي في برامج AI يقدر إنه الدكتور يدّي له المنهج، الsyllabus، يقول له أنا عايزك تgenerate لي 2000 سؤال، ويبتدي يدّي له criteria، أنا عايز 2000 سؤال تكون مواصفاتهم كذا، وكذا، وكذا، وكذا. أصبح دوري دلوقتي إيه، إنه بعد ما طلعت الأسئلة محتاج أنا أقراها، أراجعها، أتأكد إن اللي اتعمل زي اللي أنا عايزه بالضبط. أعتقد ده بقى أسهل كتير جدًا من إنه يعمل البنك الأسئلة from scratch. الناس دي محتاجة إن إحنا نقول لهم ده بيتعمل إزاي، فابتدينا عدّينا فعلًا كذا برنامج تدريبي، سواء لأعضاء التدريس أو الإداريين أو حتى لناس من المجتمع الخارجي، لإن زي ما قُلت لك School of Continuing Education ده تعليم مستمر حتى للناس اللي برّه الجامعة. حلو جدًا. طب حضرتك شايف إيه الدور اللي المفروض كل الجامعات تلعبه عشان تقدر تعمل التحول الرقمي ويكون ناجح على مستوى البلد؟ أهم حاجة يمكن الجامعات لازم تبقى involved فيها وبقوة الحقيقة الawareness. خُد بالك الجامعة مش بس عبارة عن طلبة جوّه الجامعة، الجامعة عليها دور مجتمعي، ودايمًا الجامعات كل جامعة فيها 3 نواب لرئيس الجامعة. نائب رئيس الجامعة للدراسات العُليا والبحث العلمي، نائب رئيس الجامعة للطلاب، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع. شُغلته خدمة المجتمع، المجتمع المحيط، مش الطلبة اللي موجودين. خدمة المجتمع إزاي؟ بطرق كتيرة جدًا، جدًا، منها الawareness، لإنه المجتمع برّه قد يكون بعضهم لم تُتاح له الفرصة إن هو يبقى طالب جامعي، أو حتى أُتيحت ليه الفرصة بس كان طالب جامعي زمان قبل ما التكنولوجيا دي تبقى موجودة. محتاج
awareness، محتاج إنه يعرف إيه اللي مطلوب منه، إيه اللي المفروض يتعلمه، إيه هي التكنولوجيا الحديثة. في ناس عندها تخوّف أصلًا من الذكاء الاصطناعي أصلًا. في نظرية المؤامرة بتاعة أصل الذكاء الاصطناعي هييجي عليه يوم ويdominate العالم بس أنت من وجهة نظر حضرتك إن كله لازم يكوب مع الذكاء الاصطناعي. بُص هاقول لك على حاجة، أنا زمان لمّا كنت في المدرسة كانت بتتقال لنا كلمة مهمة جدًا: إمم. اوعى تلمس الآلة الحاسبة، لأحسن هتقعد طول عمرك ماشي. النهارده بقى إيه اللي بيحصل؟ ما بيعملش حاجة غير إنه شغال بالآلة الحاسبة. طبعًا. إحنا كان بالنسبة لنا وإحنا صغيرين الآلة الحاسبة دي هي اللي هتخرب أجيال جاية. بالعكس ما حصلش، وبالعكس النهارده إمم. في امتحانات بالذات في علمي علوم، أنت بتخش الامتحان ومعاك الآلة الحاسبة، أنت مسموح otherwise مش هتعرف تجاوب أصلًا. طبعًا. فأنت الآلة الحاسبة أصبحت جزء هو ده موضوع النهارده ما باتكلمش فيه لأن هو جزء خلاص من حياتنا. الذكاء الاصطناعي هي الناس برضه متخوّفة منّه لإن هو حاجة جديدة، لكن لأ، هو مع الوقت هيبقى جزء لا يتجزأ من حياتنا. فكرة بقى إنه يdominate والكلام ده شوية بعيد. يعني خيال علمي شوية، أو مش خيال علمي، شويات الحقيقة، يعني. شويات خيال علمي إمم. طبعًا. إمم. إنه أصل خُد بالك الذكاء الاصطناعي مهما وصل هو مش هيوصل في الآخر إنه يبقى entity مستقلة بذاتها. في الآخر هو tool. أقل حاجة عايز power source. طيب هو لو أنت فكّيته من الpower source هو هيمِد إيده يحط نَفْسه في الpower source إذا كان هو ما عندوش power أصلًا. بالضبط. أنت فاهم قصدي؟ لأ، إن إحنا نوصل للمرحلة دي على الأقل مش في ال200، 300 سَنة الجايين، ما فيش صح الكلام طبعًا. ده. باشمهندس وليد، أنا اتشرّفت بحضرتك النهارده، واتبسطت جدًا بالمعلومات اللي سمعتها من حضرتك دي، معلومات قيّمة، الشرف وإن لينا. شاء الله يبقى لينا مقابلة تانية في حاجة أكبر من كده. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست إيديو ناس.